الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد الأقبل رسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من تطويل كلات الهمام فصار فيه الاحتصار الملتزم وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طمعا فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنعا ومثل ذا لرسله فاستمعا إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يحل من ترديد ففيه بعض القوم يهدي الخلفا وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير وجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصيب فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجر به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جزى عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه خلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام أشرهن بالأمال مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة ورجح زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا خلف كذا قد نقلا فواجب له الوجود والقدام كذا بقاء لا يشاب بالعدم وإنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيامه بنفس وبنية منزها أوصافه سنية عن ضد أو شبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغيرات أمرا وعلما ورضا كما ثبت
وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الرياء آياته كذا الكلام سمع ثم البشر بذي آتانا سمع فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صحابي الوقف